بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد ونشاط وحيوية، يا رب يعجبكم النهارده يا حبايبي. تعالى نعمل فطير بقى المين فطير الصغير ده. ماشي، كان عندي 3 كوبايات دقيق، قلت اعملهم اي حاجة بقى يطلعوا كام فطيرة صغيرة كده. ماشي يا حبايبي. هنجيب كوباية مية وعلى معلقة سكر ونص معلقة ملح، والتلات كوبايات دول دقيق وشوية يعني، وحبة كده ونص كده. ماشي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي أي حاجة يا حبايبي، نعمل أي حاجة حلوة كده، ما احنا ما نسكتش، لازم نعمل أي حاجة ناكلها، مش هنقعد نشتري الكبيرة والصغيرة، هندبر كده في البيت ونعمل أي حاجة. أهو يا حبايبي. على فكرة العجين بتاع الفطير لازم يبقى طري، لأن أنا هبطط على دقيق، فلازم يبقى طري. تحس إن طري في إيدها قوي، بس لما قعدت أعجن فيها لمت شوية، هي ما شاء الله بقت جميلة. وبعدين الدقيق اللي أنا كنت جايباه ده كان جميل قوي، ما شاء الله، عامل يعني ملدن كده، شفت اللبانة بتلمع كده وناعمة في إيدي، ما شاء الله، جميلة قوي. ما تنسوناش في اللايكات يا حبايبي، تبقى كومنت حلو منكم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبت العجينه ترتاح يا حبايبي، وقطعتها كورتين متوسطين، اجوا كورتين متوسطين. ومعايا بالمناسبه نص كوبايه سمنه على حته زبده كده، كان حته زبده عندي، وعملت عليها ايه برضو شويه سمنه، يعني سيحتها كده وحطيتها في التلاجة شويه. اهو يا حبايبي، وفردت الكره الاولانيه اهوت، اهو، وفردت عليها السمنه. وابتديت بقى ايه الفها ابرمها اهو. عجينه سايحه قوي ما شاء الله، وجميله وماشيه في ايدي ما شاء الله. وقطعتها بقى، اجت ايه حوالي 3 قطع اهي. ودي تاني كوره تانية اهيت ببططها اهوت، ما شاء الله العجينه ماشيه جميل، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بتفرد جميله، بترتاح، تبقى تعطيكي نتيجه حلوه. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي، حطوا له لايك جميل منكم كده. يلا يا حبايبي، شجعونا يا حبايبي باللايكات الحلوه بتاعتكم. وفجع وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم مني ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو يا حبايبي، عملت كل كوره، طبعا ايه برمتها كده وطلعتها 3 قطع، ايه يعني ايه، انا عايزاه فطير صغير، ما انا بقول لكم ايه ان هو من الفطير صغير ده. اهو، وسبتها برضو ارتاحت، وببططها هي، حتى لو اتخرمت منك، لو بنت مني في الرخامه عادي مش مشكله، بنرجع نلمها تاني ونطبقها تاني. وتبل ايدك برضو زيت على الرخامه، تدهني الرخامه زيت برضو، وتدهني ايدك وتبططي، ما شاء الله العجينه ماشيه جميل. وكنت دهن الصينيه سمنه اهيت، بتطوم في الصينيه بقى ما شاء الله. بس الفرن بتاعي بقى يعني عيبه مشكلته ان العين اللي تحت ما اعرفش ايه اللي جرى لها، حاجه وقعت فيها مكتوم، مش بيحمر قد كده يعني، ايه بيغيب، لكن الفرن عايز الفطير عايز نار عاليه، فهو كان واطي بصراحه. بس يلا ربنا كملها بالستر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطوا اللايك الحلو بتاعكم يا حبايبي. انا عملتهم تقريبا 8، كل صينيه خدت 4 فطرات صغيرين. 3 كوبايات دقيق ونص، ما يجوش ونص حتى كمان، ما شاء الله، حاجة جميلة والله. وسبتهم برضو ايه يرتاحوا شوية برضو في الصينية. العجين الفطير ما هو إلا راحة، تريح العجينة ما شاء الله تعطيك نتيجة حلوة. كانت ماشية ما شاء الله في ايدي جميلة، بتتبطط جميلة سهلة خالص. ولازم تبقى العجينة ايه طرية، تحس ان ملزقة في ايدك كده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اه يا حبيبي، دخلتها الفرن، بس هو الفرن بقول لكم بطيء من تحت قوي، مش شعلة مولعته كده، حاسه ان بطيء من تحت. بس يلا كملها بالستر معانا اهو، طالعه طريه وجميله قوي ما شاء الله والله. ما شاء الله، حتى كان لسه سخن والله، مش عارفه امسكه بايدي، وما شاء الله جميل وطري كده جميل.
هيعجبكم والله يا حبيبي، جربوه. شوفي بتقطع في ايدي ما شاء الله دايب. مش عارفه امسكه من كتر السخونيه. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي.